عسلامة ومرحبا بكم في قناتي من جديد. أدبارة اليوم هي باركيت ومقرونة. بالطبيعة نبدو نحضروا للمقرونة، نعملوا صوص واللحم، نحطوا مغرفة طماطم، نحطوا معاها مغرفة فلفل أحمر، نحطوا مغرفة صغيرة ثوم ولا مغرفتين ثوم رند، ملح وتبل كروية. نخلوا الفاح بالباهي ونخلوه نزيدوه الماء ونخلوه يطيب. توا ناخذ كعبة الباركيت بتاعنا باش نبدو نشكلوهم على كيف ما نحبو. انا عندي ريكوتا وعندي طن وبصل مخصوص معدوس مخصوص مفرومين، وعندي جبن ابيض، ومازال عندي شوية سلطة مشوية ما حبيتش نلوحهم، قلت خليني نعمل بيهم بركات علاش نخسروهم. نبدو نحطو الكعبات متاعنا، حطينا ريكوتا وزدنا معها شوية بصل، فما اللي حطيت معاها شوية تون وشوية بصل. نساعدوهم بشوي بشوي باش ما يتكسرولناش. هذيك حطيت فيها جبن ابيض، ما زدتها حتى شي خاطر فما اللي شكون اللي يحبها هكاكا بجبن ابيض، انا واحدة من الناس نحبها هكاكا جبن الابيض نحبه وحده ما نزيدلوش حتى شي. وفما اللي عملت لها جبن الابيض مع المعدنوس والا مع البصل، غسيلو تشكلوهم كما تحبون انتم. هذيك عملتها بسلطة مشوية، تبقاو لي شوية قدر مغرفتين وليت عملتهم في الباركيت. اخر واحدة مازالت لنا نكملوها. الباركيت راي كيما تحبوا تعملوا، حتى حشو طاجين كيف ما تحبوا تعملوا. تحبوا تعملوا لها الكريم فريش مع سكالوب ريزاد بنينة برشا. مرة أخرى إن شاء الله تنجربها معاكم، مش نجربها هنا ديما نطيب فيها مية طيبها معاكم. ولهنا الكعبات الباركيت بتاعنا سي بريسك حضروا. ما تبقى كان نزيدوا لهم كعبات زيتون، انا عندي زيتون دياري نحيت له القلب متاعو وزينت بيه. بقت اللمسات الأخيرة نكمل فيهم، ومن بعد باش نحط الطبق متاعنا في الفور على درجة 200 وإلى 180 درجة. ما نخلوهمش برشا، راي الباركيت لف طيب، راي في سما طيب ديجا طايبة، ما بيجي فيها كتقرميشة هذيك، ما نخلوش يبقى برشا معناها اللي تحرق لنا. زي الكعبات الكل كملناهم باش نعملوا لهم كعبات زيتون والى الفرن. نرجع لك المقرونة كملناها فوحناها زيناها وحطيناها وتستنى في كعبات الباركيت باش نزيدو نزينوهم معاها ونحطوهم على طاولتنا. لهنا بركيت حضروا، راهو اللي يحب يحمرهم يحمرهم، انا راني ما حمرتهمش برشا. هذه مقرونتنا زينتها وحطيتها في طبق جات بنينة. وكعبات البركات متاعنا، سامحوني على التليفون لاني شددته في يدي.